عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ إن شاء الله يا حبايب قلبي. النهاردة أنا نزلت السوق وجبت جبت فاصوليا خضرة جميلة اهي. بص، جبتها عشان أخزنها. لا، الفاصوليا بالذات عايزة تخزنيها جيبها وهي طرية كده، لكن لما كل ما بتقعد وتستني عليها شويه تلاقيها تنشف. لا، زي ما انا جايباها كده هي زي اللوبيا. انا بقطعها يا جماعه وبعملها بعبيها في ازايز. انا شفت الطريقه دي من ناس سوريين كانوا بيعملوها كده، كانوا بيخزنوا الباميه والفاصوليا والخضار يعبوه في ازايز. فانا بقطعها اهي. قطعت شويه اهو منها اهو كده يا حبايبي، وهقطع الباقي وهعبيه في ازايز واوريهولكوا بعبيه ازاي. بصوا اهي، وبسم الله ما شاء الله الازايز بتحافظ عليها لما تيجي تعمليها اكنها لسه جايباها دلوقتي ولسه مقطعاها دلوقتي، وزي بتبقى زي الفل ما شاء الله. بتفضل بالخضار بتاعها وحلاوتها زي الفل زي ما هي. دلوقتي هبدأ ان شاء الله اقطع بقيتها اهي يا جماعة. انا قطعت شوية حلوين اهو منها وبقطع الباقي اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهخلصها ان شاء الله واوريها لكم بعد ما اقطعها اهو. بص بقطعها كده اهي، هخلص تقطيعها بقى واوريها لكم ان شاء الله انا هنعمل فيها تاني. بصوا حبايبي اهو يا حبايبي، الفاصوليا هنا قطعتها كلها اهي بسم الله ما شاء الله اهي زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اجيب الازايز اهي معايا وابدأ اعبيها كده. انا ليه بعبيها يا جماعة في الازايز؟ الازاز بتحفظها، ولما تيجي بتستعمليها بقى بتحطها في الفريزر وتيجي تستعمليها بتبقى اكنك لسه جايباها الوقت من عند الخضري. لكن الاكياس لما تحطيها في الاكياس لو حطيتيها كده في الاكياس لازم بتحطيها بتشوحيها على النار وبتحطي لها بصلايه عشان هي لما تيجي تسويها تستوي معاكي. بتاخد غلبة يعني، لكن كده حاجة نظيفة جدا وحاجة صحية، ولما تيجي تسويها بتستوي بكل سهولة زي ما هي بالظبط. الأزايز دي بتحافظ على أي حاجة بتحطوها فيها أهو يا جماعة. بس نصيحة مني، اللي عايز يخزن فاصوليا خضرة يخزنها الأيام دي، عشان بعد كده بتبص تلاقيها ناشفة ومش حلوة. لكن الوقت هي طرية زي اللوبيا اهي ما شاء الله عليها اهي. أنا عاملة الأزايز كلها زي دي كده اهي يا جماعة، أوريها لكم. بصوا يا جماعة، أنا عبيت الفاصوليا اهي في الأزايز. وطبعا أنا لما جبتها قصفت الفاصوليا وغسلتها كويس وهي سليمة وسبتها لما تنشف وبعد كده قطعتها اهو. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا بإذن الله. أنا عاملة الطريقة دي على فكرة في القناة عندي في البامية، حاطة في الأزاز برضو بامية ومحافظاها في الفريزر. طلعت منها وعملت منها بسم الله ما شاء الله كانت جميلة واستوت بس على طول، بقت زي الفل خضرة زي أكني جايباها من الخضر الوقت. جربوها إن شاء الله وهتعجبكم. ما تنسوناش يا جماعة في اللايك والاشتراك في القناة عشان إن شاء الله يوصل لكم مننا أحلى جديد وقناة تكبر بيكم يا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.